اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. عندك كوبايه لبن وكوبايه دقيق سومولينا او دقيق البسبوسه وعايزه تعملي حاجه حلوه، تعالي نعمل حاجه حلوه كده جباره. بسبوسه بالقشطه، طعمها تحفه وريحتها تحفه وكمان خطيره، هتعجب ولادك جدا وهيقولوا لك يا ماما اعمليها لنا على طول. طعمها رهيب وريحتها جباره. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه كده معانا كسرولة او طاسة او اي حاجة هنعمل فيها مش شربات، هو يا دوبك بس عايزين ندوب السكر. هحط كده كوباية من السكر على حسب انت حابة تزودي لا او تنقصي السكر. انا بس حبيت ان هي تكون خفيفة ما تكونش مسكرة قوي، ديت معتدلة السكر. يعني لو انت مش حابة ان هي تكون مسكرة، قللي السكر شوية. انا حطيت كوباية من السكر عليها كوباية من المية، اول ما غلي كده والسكر معايا داب ركنتها على جنب على طول. احنا مش عايزينها تبرد، احنا عايزين نسيبها بس لحد ما نحمر معانا الدقيق بتاعنا. معايا بقى طاسة تانية، جبت الطاسة التانية وحطيت فيها معلقتين 3 سمنة او زبدة، او زبدة بس او سمنة بس على حسب انت حابة تستخدمي ايه. وممكن تستخدمي زيت، بس البسبوسة بتحب السمنة او الزبدة. انا حطيت ميكس ما بين الاتنين، زبدة مع سمنة. ومعايا كوباية كده من دقيق السمونيلة او دقيق البسبوسة على حسب انت بتسميه ايه، او في بلدك اسمه ايه. بدوب كده الزبدة مع السمنة كده يا دوبك تتقدح، وانزل عليها بالدقيق بتاعي. هفضل احمر فيه لحد ما ياخد اللون الجلد بتاعنا اللي دايما متعودين ان هو بيكون لون البسبوسة بتاعنا الحلو ده. اول ما بياخد معانا اللون كده بنبتدي بقى، خلي بالك ان هو بياخد وقت في عما بياخد اللون، فلازم ايديكي تكون فيه لانه بيتحرق بسرعه. تفضلي تقلبي فيه لحد ما ياخد اللون الجلد الحلو ده. طبعا بقى اول ما بياخد معانا اللون ده بنجيب معانا الشربات الخفيف اللي احنا عملناه، وننزل عليه كده على الدقيق بتاعنا بعد ما اتحمر، ونفضل نقلب كده ونحط كمان كوبايه من اللبن. ما تخافيش، هو هيشرب السوائل ديت. انا بس ايه، هتفضلي تقلبي فيه لحد ما يشرب معاكي السوائل دي. هو بتحس ان هو ايه، عام كده في اللبن وفي الميه اللي بسكر اللي احنا دوبناها على البوتاجاز. فايه هتحس ان هو عام كده، لا هو هيشربها لان دي السمونينا بيشرب السوائل كتير. فهنفضل نقلب فيها لحد ما يبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نجيب بقى طاسة او بتاع ده صينية اللي احنا هنرصها فيها، ونبتدي بقى نحطها فيها علشان نسويها كويس من الجناب ومن الاحرف. ممكن تحطي مكسرات في الحركة ديت، وممكن تحطي اي حاجة انت حابة تحطيها. انا بقى حطيت ايه، شوية من جوز الهند كده. جوز الهند ده انا من زمان وانا عايزة اعمل بسبوسة بجوز الهند ده، بحب البسبوسة قوي بجوز الهند اللي يكون خشن ده. بس طبعا لما لقيته جبته على طول، ما كانش موجود عندي في البلد اللي انا فيها يعني. فاول ما لقيته جبته على طول واستخدمته في الوصفة بتاعتي. جبار وطعمه تحفة، مخلي طعم البسبوسة حلو جدا. طبعا البسبوسة روحها هي جوز الهند. بعد ما قلبتهم كويس كده هركنهم بقى على جنب، وتعالوا نعمل بقى معانا القشطه بتاعتنا اللي احنا هنحطها عليها. قشطه كدابه معايا كده نص لتر من اللبن، عليه 4 معالق من السكر ومعلقتين من الدقيق او معلقتين من النشا او معلقه نشا او مع معلقه دقيق، يعني على حسب الميكس اللي انت حباه. بنقلبهم كويس كده على البارد لحد ما يتقلبوا كويس. اهم حاجه ان انت تقلبوهم كويس قبل ما تحطيهم على النار. حطيتهم بقى على النار علشان يتقل معايا ويبقى معايا بشاميل حلو، او مهلبية لو انت هتحطي نشا. يعني على حسب انت حابة تستخدمي ايه من النوع دي او نشا. فهنحط بقى نصب بقى الخليط بتاعنا اللي هو القشطه الكدابه بتاعتنا، ونروح جايين مسوينها كويس في الاحراف كده، ونرش عليهم كمان رشه من جوز الهند كده من فوق. وكده الاكله بتاعتنا جاهزه او الحلو بتاعنا جاهز. هنسيبه بس يبرد في التلاجة، يبرد بره الاول وبعد كده نحطه في التلاجة يسقع. وتعالوا بعد ما سقع كده ونشوف عامل ازاي. شايفين الجمال؟ تيجي تقطعي كده، بصي القطعه ماسكه نفسها. قطعته بقى بالسكينة علشان ايه ندوق ونشوف عامل ازاي. بصوا طعم جبار من غير اي تكاليف، من غير اي، اقتصادي جدا. يعني انتي عندك كوباية من السميد
هتعملي معاه كوباية من اللبن هيبقى معاكِ حلو في البيت، وكوباية من السكر، يعني حاجاتها كلها موجودة في البيت عندِك، فمش هتتكلفي حاجة وهتاكلي حاجة حلوة وهتأكلي حاجة حلوة لولادِك في صر في ظروف الغلاء اللي إحنا فيها دي، فهتلاقي إمكانياتها بسيطة وسهلة ومش هتتكلف معاكِ أي حاجة خالص، حاجات بسيطة وسهلة جدًا. يالّا بقى تعالوا ندوق ونشوف عامل إزاي. لو وصلت لحد هنا لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي، وكمان ما تنسينيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميلة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. تعالوا بقى ندوق ونشوف طعمها عامل ازاي، جبار وخطير. جوز الهند مديها شكل تحفة وكمان طعم جميل، بتتقسم معاكي كده كأنها ايه، يعني حاجة رهيبة، طعمها تحفة وكمان خفيفة سكر. يعني انت لو ما بتحبيش السكر هتعمليها بالطريقة دي هتعجبك. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.